عصام الشوالي اشاد في الاهلي المصري وما شاد في اشرف حكيمي، او حتى في اللقاء الثاني يقول ان الجائزه تروح لا لديمبلي او لامين مال لجنسيات معينه. لا لا، انت يعني كابتن عصام الشوالي كل احترام وتقدير كمعلق مميز، ولكن اشرف حكيمي ما ينتظر منك الاشاده او ينتظر من اي معلق او محلل، يا تدعم اللاعب او تكون افضل ساكت يعني. شفنا طبعا الخبر او اللقاء اللي شفناه، حتى لو في تصحيح لهذا اللقاء، لا انا امشي على التصريح الاول، انت مش مع اشرف حكيمي. وشفناه بصراحه في اللقاءات الماضيه، مع احترامي وتقديري لك يعني كمعلق كبير ونحترمك ونقدرك، ولكن من هذا الجانب ما توفقت ابدا في هذا التصريح. عندك اضافه؟ شوف، انا ما عندي اضافه. انا اعتقد تغيير كلامه بعد الكلام الاول كان بسبب يعني رده فعل الجمهور المغربي، وما اقول لك انا الجمهور المغربي، الجمهور العربي اليوم هناك تعاطف كبير مع اشرف حكيمي لانه هو يستحق اللقب هذا، لكن يعني عصام الشوالي يبغى يطلع عن الخط، فبالتالي رشح اللاعب الثاني. لذلك انا اعتقد اليوم كلنا مع اشرف حكيمي، كلنا، لكن سياسه الجائزه، جائزه البلندور صعبه جدا عبد الله، جدا جدا صعبه، فبالتالي ان شاء الله ان شاء الله يحققها لاعب مثل ان شاء الله اشرف حكيمي، نتمنى. اللي ارقامه اليوم تتكلم عنه، حضوره في الملعب يتكلم عنه، سواء كان في فريقه في باريس سان جيرمان اللي حقق جميع البطولات معهم، او كان مع أكيد. المنتخب المغربي على صعيد المنتخب. اما بعض المعلقين يعني يطلعون بتصريحات ضد اشرف حكيمي، السبب واضح جدا عبد الله، ان هذا المعلق يبغي ياخذ اسم اشرف حكيمي لخانه ثانيه ويضرب فيها ترند ويأجج الرأي العام العربي بسبب هذا الملف. لكن احنا نقول من هذا البرنامج كل الدعم لاشرف حكيمي، كل الدعم لاي لاعب عربي يشرفنا. يعني باكر اذا محمد صلاح ترشح لهذه الجائزه، بتلاقينا نحن مع محمد صلاح لانه متعاطفين مع اللاعب العربي، هو يستحق ان يكون بطل لهذه البلندور. لكن سياسه البلندور صعبه جدا، في لها معايير خاصه. لا في تحيز من بعض اصحاب صحيح. المجلات، ولها معايير كذلك، وفي اصحاب بعض تحيز من بعض المدربين اللي يعتمد عليهم في اختيار اللاعبين. فبالتالي انا اشوفها انها هي جائزه مسيسه اكثر ان تكون جائزه أكيد. حقيقيه للاعب.